يسعد اوقاتكم جميعا. للاسف بدي انقل لكم خبر سيء جدا جدا. الشاب حسن البج اللي تم اختطافه من محل الجوالات من قبل مجموعه مسلحه بالكامل وملتمه قبل عده ايام، وجدت جثته اليوم بمنطقه الدريج داخل جوره. للاسف ايديه مربطه لورا ومقتول من اول يوم. يعني الجهات المعنيه كانت عندها خبر، الجهات الامنيه كان عندها خبر، والكل اكد انه ما بيعرف هي المجموعه يلي اخذت الاخ حسن. انا بغض النظر اذا كان حسن بالفعل هو مجرم، هل يعقل انه نحن نوزع العدل بهالطريقه؟ مجرمين وشبيحه مثل هيثم السوادي اللي هو ابن عمي، ولا عده اسماء ما بدي اذكر، خليني اذكر ناس اللي من لحمي ودمي تاخذوهم بكل بطريقه راقيه وهلا موجودين وممكن يطلعوا، والناس هي عم تنقتل بهي الطريقه. في شيء غريب بالبلد عم بيصير، مين بده يفسرنا؟ ومين بده هلا يحاسبنا انه ليش عم تطلعوا تحكوا؟ ليش عم تتخبوا ورا اصبعتكم؟ يعني معلش يقولوا هذا الشاب عامل هيك وحاسبوه قدام الناس، اما تم اختطافه من قبل مجموعه مسلحه بالكامل. وطبعا في فيديو موجود، في فيديو كانت الاوامر انه ما ينتشر هذا الفيديو، مع انه انا مع انه كانت القضيه تكون راي عام، لانه بكره اي حدا ممكن يفوت على اي محل على اي بيت وياخذوا شخص لا هم معروفين امن ولا هم يحزنون. برسم الجهات المعنيه، برسم وزاره الداخليه، برسم رئيسنا احمد الشرع، ما يحدث بمدينه تل غامض جدا ويحتاج تدخل فوري، تحقيقات فوريه. انتم طالبتوا انه يكون في دليل، انتم طالبتوا بالمحاكمه، انتم طالبتوا بالقانون، فكيف شخص بفوتوا على محله بياخذوه وما حدا بيتعرف عليهم، والكل نفى انه هي المجموعه تابعه لاي جهه امنيه؟ للاسف الشاب الان بعداد الموتى، وانا يعني سبحان الله نحن بنسلمه لرب العالمين، ما بنعرف، انا ما بعرف عنه شيء للشاب يعني، بس غالبيه الناس قالوا ممكن في مشاكل ماديه، بس ما له بالموضوع الامني، والعلم عند الله، والعلم عند الله. ولكن بغض النظر المفروض كان يتحاسب قانونيا وضمن التعليمات يلي اصدرتها الحكومه السوريه حديثا. دمتم بخير، وحبكم فراس السوادي.